يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلوين ايه يا جماعه الجمال والحلاوه ده بقى. النهارده هنعمل السهل الممتنع اللي كله بيخاف منه بيخاف يعمله، الغريبه. هنعملها من غير زبده، هنعملها بطريقه بسيطه جدا بمكونات موجوده عندنا كلنا في البيت، وسهله جدا وبسيطه وبتدوب كده في البق زي ما انتم شايفين. بصوا الغريبه دايبه دوبان، والتسويه المظبوطه، وهتحطيها في الفرن على درجه حراره قد ايه، وهتقعد قد ايه، وازاي ما تفرش منك وتطلع بالجمال والحلاوه ده. خليكم معايا وكملوا الفيديو. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش بقى تدعموني بلايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم عشان الكل يستفيد. سلام عليكم، ازيكم حبايبي يا غاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهو عملت لكم الغريبه رغم ان انا زعلانه منكم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه يا جماعه هحتاج كوبايتين سمنه، بس انتوا حبايبي ما اقدرش ازعل منكم طبعا. هنحط كوبايتين سمنه بدرجة حرارة التلاجة، مهم جدا. بصوا انا بنزلها بالسكينة بصعوبة، مهم جدا ان السمنة بتاعتنا تكون متجمدة. كوبايتين سمنة متجمدة كده زي ما انتوا شايفين، وننزلها. الكوبايه اللي هتعايري بيها السمنه هي الكوبايه اللي هتعايري بيها الدقيق، هي الكوبايه اللي هتعايري بيها السكر. مهم جدا الموضوع ده يا جماعه. اوعي تغيري الكوبايه، صغري بقى في الكوبايه، تكبري في الكوبايه، المهم تكون الكوبايه اللي بتعايري بيها تكون واحده في السمنه وفي السكر وفي الدقيق. هنا حطيت كوبايتين سمنه متجمدين زي ما انتوا شايفين كده، ونزلتهم بصعوبه من المج زي ما انتوا شايفين. هنضرب بالمضرب الكهربي على درجه قليله في الاول، وبعد كده هنسرع على اخر درجه. طيب انا ما عنديش مضرب، اعمل ايه؟ بالمضرب اليدوي او بايديكي. يعني بصوا احنا مش هنغلب، انتوا عارفين، بالمضرب اليدوي او بايدينا. بعد ما ضربت السمنه، معلش، بعد ما ضربت السمنه كويس جدا زي ما انتوا شفتوا لغايه ما بقت زي الكريم شانتيه، انزل بكوبايه سكر بودره منخول. كوبايه سكر بودره منخول يا جماعه. انا بستعمل السكر البودر اللي هو الجاهز، يعني جايبه كيس كيلو عملت بيه كل اللي انا عملته في العيد. تمام. بعد كده ضربت السكر مع السمنه كويس جدا. بعد كده بنزل باربع كوبايات دقيق، وانزل بكيسين فانيليا. بس كده، هي دي مقادير الغريبه. هنقول بقى المقادير كلها. كوبايتين سمنه، 4 2 1. بصوا بقى يعني ايه 4 2 1؟ احنا هنلعب 4 2 1. يعني 4 كوبايات دقيق، كوبايتين سمنه، كوبايه سكر بودره، وكيسين فانيليا. بس كده. وبنلم العجينة كده عشان المكونات تدخل في بعضها بعد ما ضربنا السمنة لوحدها، وبعدين حطينا السكر، وبعد كده حطينا الدقيق ولمينا العجين. بندخلها التلاجة لمدة ساعة. مهم جدا الموضوع ده، اهم حاجة في الغريبة ان انت لازم تسيبيها تستريح في التلاجة ساعة عشان ما تفرش منك في الفرن. لو صبعتيها على طول بعد ما خلصتيها ولميتي العجين هتفرش معاكي حتى بعد ما تخلصي العجين. جربي كده ودخلي 2 الفرن هتلاقيهم فرشوا معاكي. لكن انت لازم تحطيها في التلاجة لمدة ساعة. مهم جدا الموضوع ده يا جماعة، لازم تعملوه. تمام. انا حطيتها في التلاجة لمدة ساعة، وبعد كده طلعتها وكورتها. بتكوريها قد عين الجمل كده. وبعد كده بصي بتيجي بقى تعمليها ما تشققش منك. انا جبت الفصوص الفضي اللي هي بتتباع عند، اللي هي الملبس الفضي الصوانطه ده بتاع الغريبه اللي كلنا عارفينه. العلبه بتتباع عند العطار ب5 جنيه. انا جبت واحده، والتانية والصينيتين التانيين عملتهم بالسوداني. طبعا كلنا عندنا سوداني في البيت اليومين دول يعني. فيعني عملته لكم بمقادير والله العظيم موجوده عندنا في البيت، ومقادير سهله. بس لو وصلتي لحد هنا في الفيديو ما تنسيش بقى تدعميني بلايك، لان اللايك بتاعكم ده والله هو اللي بيفرحني وهو اللي بيشجعني اعمل لكم فيديوهات. بصوا هنا بقى بتكوريها، واوعي تتكي عليها. يعني انت بتحطي السوداني كده بس وبتغمزيه فيها بس غمزه بسيطه. بصوا، وزنقي زي ما انت عايزه عادي ما فيش مشكله، بس يعني خلي بين كل واحده وواحده نص سنتي. بصوا بعد ما خرجت ولا فرشت. طبعا بعد ما بتخرج بتسيبيها في الصاج لتاني يوم. معلش يا جماعه، يعني انا مثلا سويتها الفجر، سبتها لتاني يوم الصبح. يعني المشهد ده متصور بقى الصبح. بصوا شكلها، شفتوها قبل ما تدخل الفرن وشفتوها. هتدخل الفرن على درجة حرارة 150 لمدة ربع ساعة. لمدة ربع ساعة. اوعي تكتري عن كده او تقللي عن كده، وما تفتحيش عليها ولا تبصي عليها. بعد ربع ساعة، واوعي تولعي الشواية، حطيها على الشبكة وسيبيها لمدة 15 دقيقة. هتطلع معاكي بالجمال والحلاوة ده يا جماعة. وسيبيها في الصاج لحد ما تبرد، وما تنقليهاش ولا تحركيها ولا تيجي ناحيتها لحد ما تبرد لتاني يوم. يعني انا كنت بسويهم قبل لغايه الفجر، جيت الصبح بقى وريت لكم شكلها. سبتها بردت خالص خالص خالص. تيجي بقى تشيليها، بتعرفي تشيليها. طبعا بتحطيها في علبه وتحطيهم فوق بعض عادي ما فيش مشكله، وبغطا او صينيه وتغطيها بلاستيك رول. بس كده.
شايفين الجمال والحلاوة؟ طلعت والله جميلة جدا وناجحة 1000000%. بس لو سمحتم امشوا على الخطوات، واهم حاجة ان انت تكون السمنة بتاعتك متجمدة في التلاجة. وكمان بعد ما تعجني العجين وتخلصي، طبعا الغريبة ما تتعجنش، هي بتتلم. بعد ما بتعجني وتخلصي لازم تدخليها التلاجة لمدة ساعة. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك وتشيروا